أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هذا الفيديو الأهلي في خطر. الأهلي هيكسب فاركو، لكن مش هي دي المشكلة. هل ديانج هو الحل؟ هو الأهلي عاد بيقف على لعيب؟ الاستقرار والإدارة القوية وروح الفانيلا الحمراء ده مثلث فوز الأهلي بالبطولات طوال الأعوام السابقة. هل اهتز هذا المثلث أو اهتز أحد أضلاعه أم اهتزت كل الأضلاع؟ في البداية بقول إن الأهلي في خطر. ليه في خطر؟ هتكلم بالتفصيل في هذا الفيديو، وياريت تسمع كلامي للآخر وما تشتمشي وتعتبرني دسيسة. عندك التعليقات، لو كلامي ما عجبكش يبقى اشتم زي ما انت عايز. لا ترفعوا زيزو السما ولا تخسفوا بشوبير وقفش الارض. زيزو رفع الضربة الركنية ورفع الضربة الحرة وجي منهم جونين، وياما لعيبة بترفع ضربات ركنية وبتلعب ضربات حرة وبيجي منها اجوان. علي فوزي بتاع مودرن لعب الضربة الركنية، وعلي الفيل جابها جون في الاهلي. مفيش حد رفع علي فوزي السما علشان لعب الضربة الركنية ولاعب عالمي وأسست عالمي وبطل الموسم. ما ينفعش كده، هنأثر على بقية اللعيبة كلهم بيلعبوا للأهلي وبيخدموا الأهلي، ولازم ندعمهم كلهم، ما نرفعش واحد على حساب الباقيين علشان ما نأثرش على معنوياتهم، خصوصا اللعيبة اللي بتلعب في الأهلي وبتخدم الأهلي بقالها سنين. كمان ما نخسفش بشوبير الأرض ونهاجمه علشان خطأ ارتكبه بيحصل من كل الحراس في العالم. ومجدي قفشة اللي ما كانش موفق، هو مين كان موفق في المباراة؟ لعيبة كتير ما كانوش في مستواهم في هذا اليوم، وما كانش يومهم اليوم ده. فرجاء لا ترفعوا زيزو السما ولا تخسفوا بشوبير وقفشة الأرض. أما ماتش فاركو فالأهلي هيكسبه، وهيكسب بفوز مستريح كمان. بس مش هي دي المشكلة، مش فوز الأهلي على فاركو في المباراة القادمة هي الحل. لا، في عندنا مشكلة كبيرة، وهي إنه طول عمرنا بنقول الأهلي ما بيوقفش على لعيب. دلوقتي عدنا بنسمع إن لو كان ديانج لعب كان هيفرق مع الأهلي وما كانش هيبقى بالمستوى ده. خلاص الأهلي بقى بيقف على ديانج. هل ديانج هو الحل؟ واللي يقول مروان عطية لو كان لعب كان هيفرق والأهلي متأثر بغياب مروان عطية. هل الأهلي عاد بيقف على لعيب؟ مثلث فوز الأهلي في البطولات طوال الأعوام السابقة هو الاستقرار والإدارة القوية وروح الفانيلا الحمراء. وأنا شايف للأسف إن المثلث ده اختل وفيه خلل. وزي ما قلت لك، اسمع كلامي ووزنه للآخر، ولو ما عجبكش يبقى اشتم في الكومنتات زي ما انت عايز. الأهلي لسه يدوب باب القيد مقفول بقاله أيام، وبعد بدء الدوري بمباراة واحدة أو بأسبوع واحد بيدور الأهلي على مدافع وعلى مهاجم يضمه في يناير. من امتى الأهلي كان بيعمل كده؟ وطول عمرنا كنا بنقول مفيش حد بيلوي دراع الأهلي، والأهلي ما بيوقفش على لعيب. لا، قعدنا بنشوف لعيب واثنين وثلاثة بيلوي دراع الأهلي، والأهلي بيتحايل عليهم وما بيعرفش يقنعهم. في الآخر شفنا قرار عدم مشاركة ديانج اللي الناس كلها عمالة تهاجم المدرب علشانه. قرار عدم مشاركة ديانج مش من المدرب، القرار من إدارة الأهلي. وللأسف سابوا الناس تهاجم وتقطع في المدير الفني، ومحدش طلع يقول ان عدم لعب ديانج هو قرار من الإدارة، لأنه مش راضي يجدد للأهلي. وبندور على أي حد يشيل الشيلة علشان الجماهير ما تهاجمش الإدارة. بعد ماتش باتشوكا في الانتر كونتيننتال بعنا كهربا للناس وخلينا الناس تشتم وتهاجم كهربا. بعد الخروج من بطولة أفريقيا في مباراة قبل النهائي أمام صن داونز بعنا كولر للناس وسيبنا الناس تهاجموا وتشتموا وتحدفوا بالأزايز، وكان منظر أساء للأهلي وأساء لنا كلنا. بعد الفشل في
كاس العالم للأندية بعنا محمد الشناوي للجماهير وسيبنا الجماهير تهاجمه، وقبل منه في ماتش بالميراس وهزيمة الأهلي 2-0، وبعد ما الجماهير كانت حاطة أمل على هذه المباراة للفوز والصعود هزم الأهلي 2-0. بعنا محمد هاني للجماهير وسيبنا الجماهير تقطع فيه وتشتمه. طبعا ده ما كانش بيحصل قبل كده، ان احنا ندور على اي حد يشيل الشيلة ونبيعه ونسلمه للجماهير تهاجمه. ده هيأثر على اللعيبة وهيقلل من روحهم المعنوية. وشفنا في المباراة الماضية وفي مباريات سابقة روح الفانيلا الحمراء كانت غايبة. نفسيات اللعيبة مهمة جدا، لازم نحافظ على لاعبتنا وما نسلمهاش للجماهير. اسمع مني وسيبك من المذيعين والمحللين واللعيبة السابقين، دول خطر كبير على الأهلي، هم اللي بينفخوا في اللعيبة والسكواد الرهيب. والأهلي هياخد كل البطولات، والدوري بتاع الأهلي، بطولة أفريقيا بتاعت الأهلي، وكاس العاصمة وكاس السوبر. ما ينفعش لعيبة بتخلص تدريباتها وترجع تقعد في بيوتها بالليل وتشوف البرامج الرياضية وتسمع الكلام ده. وحصل مرة واثنين وثلاثة اللعيبة تدخل مباريات بثقة زي ده وهي ضمن المكسب، ونفاجأ بالخصم يقدم مباراة قوية ويكسب الأهلي. وحصل في كاس السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري في العام قبل الماضي، وحصل في كاس السوبر أمام الزمالك في العام الماضي، وحصل في مباراة مودرن سبورت اللي فاتت. اللعيبة اللي نازلة وهي واثقة من الفوز، وكانت النتيجة ان مودرن سبورت اتعادل، وظهرت كل المشاكل ديت في الأهلي. فما تسمعوش للناس اللي بتمدح وبتنفخ في اللعيبة وما بتبينش الأخطاء. لازم اللعيبة تركز، ولازم نكلم المدرب وما نكررش خطأ كولر. كنا بنقول ما فيش حد يتدخل في عمل المدير الفني ونسيب المدير الفني يختار، وكولر طفش نص لاعيبة الأهلي وأثر على مستوى الأهلي، والأهلي سابه واستنى لحد ما الكارثة حصلت وخسر من صن داونز وطلع من بطولة أفريقيا، وشال كولر ودفع الشرط الجزائي. طب ما كان من الأول. ولعلمكم أنا في قناة المتواضعة ديت الصغيرة اللي لسه 58 مشترك قلت فيديو من شهر يناير وفي نص الموسم الماضي النداء الأخير للأهلي: أقيلوا كولر وادفعوا الشرط الجزائي، ما تخافوش منه، ما تستنوش كارثة لما تحصل علشان تقيلوه، أقيلوه من دلوقتي وهاتوا مدير فني يقدر يعرف اللعيبة ويحفظهم علشان كاس العالم للأندية. وقلت فيديو تاني بعدها بشهرين قبل خسارة صن داونز قلت لازم الأهلي يقيل كولر وما يخافش من الشرط الجزائي ويدفعه قبل ما يخسر بطولة أفريقيا ويخسر 2 مليون دولار. واللي قلت حصل. اسمع مني، مش تعادل مودرن سبورت هو المشكلة، ولا الفوز على فاركو هو المشكلة. في مشاكل كتير في الأهلي لازم تتعالج. إدارة الأهلي لازم ترجع قوية، ما يهمهاش من السوشيال ميديا ولا من هجوم الجماهير. لازم تكون حاسمة مع اللعيبة. اللي مش عايز يجدد مع السلامة. طول عمرنا بنقول الأهلي ما بيوقفش على حد، وما ينفعش نتحايل على لعيبة علشان يجدد ويقول أنا عايز آخد زي فلان وزي علان. في الوقت اللي كانوا اللعيبة هم اللي بيقولوا عايزين ناخد زيه ومنهم كابتن الفريق، في الوقت اللي هم كانوا عايزين ياخدوا زيه دلوقتي هو اللي عايز ياخد زي تريزيجيه وزي زيزو. ولو الأهلي جاب لعيب في يناير وخد 2 مليون دولار ولا 2.5 ولا 3 هيقول أنا عايز أخد زيه ومش هجدد ومش هلعب. لازم الأهلي يرجع زي ما كان، ما يوقفش على لعيب، ما يخليش لعيب يلوي دراعه. اللي مش عايز يجدد مع السلامة، لعيب لسه في عقده 2 اتكلم معاه في التجديد ليه واعمل مشكلة في أوضة اللبس واعمل مشكلة مع بقية اللعيبة. اللي مش عايز يجدد مع السلامة. الأهلي يقدر يجيب 10 مش لعيب واحد. وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. قناة العمريت سبورت هتبقى ترند إن شاء الله
يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وسلام عليكم.